أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيان قوله تعالى أن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب، الله سبحانه وتعالى لماذا ذكر لفظة الدواب؟ كي يذكر الإنسان بأنه إذا فقد عقله أصبح دابة من الدواب الغير عاقلة، لأن ذيل الآية المباركة يقول لا يعقلون، الصم والبكم الذين لا يعقلون. إذا الإنسان فقد عقله تحول تدريجيا إلى ماذا؟ إلى دابة، والعياذ بالله تعالى حاشاكم، إلى دابة حيوانية فقدت عقلها وعملت بغرائزها، لا تهتم إلى حلال ولا تهتم إلى حرام ولا تهتم إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هؤلاء الدواب الذين لا يعقلون كأنهم صم، لا يسمعون الحق ولا يسمعون لكلام آخر ولا يسمعون النصيحة. والصم البكم الذين لا يتكلمون الحق، الذين لا يستمعون إلى صوت الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الناطق بالحق الذي يدعو إلى الرأفة والإنسانية ومساعدة الفقراء وإلى تعليم الناس والأمر بالزكاة والأمر بالمعروف. هؤلاء لا يسمعون لهذا الكلام، فقط همهم وغمهم غرائزهم، لعبهم الحرام وأكلهم الحرام وجنسهم الحرام. كل هذه الأشياء المحرمة تجدها عند هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى ما وجد وصف لهؤلاء أفضل من هذا الوصف الكريم. انظر إلى الآية القرآنية الكريمة، وصفها دقيق جدا، لأن الآية تتعلق أن شر الدواب، تقف هنا وتقف في نهاية الآية لا يعقلون، لقوم الذين لا يعقلون، تقف عند الدواب وتقف عند لا يعقلون. تجد هناك مجانسة باطنية، مجانسة ذاتية، مجانسة أخلاقية بين الدواب التي تفقد عقلها وبين الذين لا يعقلون. الذين لا يعقلون، الإنسان إذا فقد عقله تحول إلى بهيمة، والعياذ بالله تعالى همها بطنها وهمها غرائزها وهمها الأول والآخر هو إرضاء نفسها الأنانية التي فقدت الإنسانية وتحولت إلى شيطان مريد. تجده الإنسان يمشي على الأرض إنسان، ولكن حقيقته الباطنية، ذاته الباطنية والعرفانية التي ترتبط بمن؟ يعني أما ترتبط بالرحمن أو ترتبط بالشيطان. هذا الذي فقد العقل ارتبط بماذا؟ ارتبطت ذاته الباطنية بذات الشيطان الرجيم، فيغذيها الشيطان فيقول له اسرق واقتل والعب القمار والعب كذا، كله حرام، واترك الأمور المعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا الله تعالى به، اترك مساعدة الفقراء، اترك الزهد في الدنيا. كل هذه الأشياء الشيطان يغذي هؤلاء لأنهم يرتبطون به بذاتهم الباطنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر الدواب، وأن يجعلنا الله تعالى من الذين يعقلون، وأن يجعلنا وإياكم تحت رحمته وفي رضوانه في الدنيا والآخرة، ومن الفائزين برضاه في الدنيا ومن الفائزين بجنانه في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.